لكن أنا برضو بقول شهادة حق، ما حدث من عناصر الأمن وعناصر الشرطة، رغم إن هم كانوا أنا عارف مجروحين، لكن ما كانش بإيديهم. اللي حصل ده ما كانش بإيديهم. الشرطة طول عمرها وستستمر، الأغلبية العظمى من وحدات الشرطة ووحدات الأمن شرفاء وبيقوموا بواجبهم، وكانوا بيقوموا بواجبهم على أكمل وجه وعلى أحسن صورة. هؤلاء هم عدد من مدراء الأمن ببعض المحافظات، لا يزالوا يحتفظون بمناصبهم بالرغم من إحالتهم للمحكمة الجنائية في قضية قتل المتظاهرين. أولهم اللواء فاروق لاشين، مدير أمن القليوبية السابق ومدير أمن الجيزة الحالي، المتهم الرئيسي في القضية رقم 4453 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، المقيدة برقم 52 كلي جنوب بنها لسنة 2011. الثاني اللواء أحمد شوقي أبو زيد، مدير أمن بني سويف الحالي، المتهم الأول في القضية رقم 4031 لسنة 2011 جنايات قسم بني سويف، المقيدة برقم 176 لسنة 2011. الثالث اللواء رمزي ثعلب، مدير أمن الغربية السابق ومدير أمن القليوبية الحالي، المتهم في القضية رقم 3609 لسنة 2011 قسم ثاني طنطا، والمقيدة برقم 55 لسنة 2011. أما اللواء مصطفى البرعي فقد تمت ترقيته عقب الأحداث إلى مدير أمن الغربية حاليا، حيث كان يتولى منصب حكم دار الغربية خلال اندلاع الثورة، ومتهم معه في نفس القضية اللواء رمزي ثعلب. فقال لي هتخش وهدخلك يعني اوضه فيها ناس نظيفه يعني. كويس. ده الكلام اللي قاله بالله. ودخلك الاوضه دي بالظبط، ودخلت وقعدت لقيت 5 موجودين محتجزين. بصراحه، ودخلت واتكلمنا وكنا يعني ما فيش اي مشاكل خالص، وحتى منهم 2 كانوا بيتعاملوا معايا بكل ادب واحترام يعني بصراحه. والمهم طبعا لحد الساعه 2 صباحا، صباح الجمعه، كنت نايم، وكانوا ال2 دول ادوني كبرتايه عشان انام عليها على الارض يعني. فنمت وفوجئت. لا، في 2 من اللي كانوا موجودين. يا فندم، انا 2 تانيين بقى. فانا وانا نايم فوجئت بايه، بركله كده وانا نايم. فصحيت فاقول له في ايه؟ بيقول لي قوم عشان خاطر في الانتباه، قوم انتباه عشان خاطر في ظابط جاي. فقلت له لما يخش الظابط هعمل له ايه يعني؟ وبعدين تصحيني بالطريقه دي عشان خاطر ظابط، هعمل له ايه؟ فالمهم قال لي لا، انت طالما مسجون تقوم. قلت له انا مش هقوم بس. ورحت نايم تاني. دخل الظابط نقيب هو. فالمهم بيضحك معاهم ويهزر معاهم، وكان معاه شنطه واداها لهم. وبعدين بعد ما قعد تقريبا حوالي 10 دقايق بيضحك ويهزر معاهم وكده، وبعدين راح خارج. وفوجئت اول ما خرج وقفل الباب لقيت ولد منهم من ال2 دول راح ماسك الكبرتايه وراح شددها جامد وراح قلبني على الارض يعني. فقمت عشان خاطر اقول له انت بتعمل كده ليه؟ انا ما كملتش طبعا الكلمه، وكان واحد تاني معاه ماسك ايدي من ورا كده، وده في لمح البصر كان ضربني بالقلم على وشي. سعادتك انا مش هقول لحضرتك يعني الوضع كان شكله عيان يعني. وعلى فكره سعادتك انا صعب جدا
في طبعي. المهم فناديت على الضابط، قلت له عاجبك اللي حصل ده؟ قال لي ايه اللي حصل؟ قلت له ضربت بالقلم. قال لي ما شفتش حاجه. طب لو سمحت عايز اعمل محضر. قال لا. وكان معاه حوالي 6 أو 7 من أمناء الشرطه والعساكر. يعني ينفع اللي بيحصل ده؟ يعني ايه مش هينفع؟ قال لي بكره الصبح هبقى اعمل محضر. قلت له لا انا عايز بعد اذنك اعمله دلوقتي بالساعه دلوقتي، ده حقي. المهم رفض وقفل الباب، قال لي خش جوه. فدخلت تاني وقعدت. طبعا قعدوني على البلاط وركنوني. وجا منهم طبعا طلع ان الشرطه اللي دخلها الظابط دي فيها حشيش وبرشام ابو صليبه. وقعدوا طبعا قعدوا يلفوا سيجاره. وبعدين بقوا ايه، فيهم واحد بقى من الاثنين قعد جنب واحد في وش كده، وواحد من الاثنين اللي هم اعتدوا عليه دولهم قعد جنبي، بقى كل شويه يقعد جنبي ويروح شارب السيجاره وينفخها في وشي. والتاني انت فاكر نفسك ايه يا ابن كذا، انت حته مش عارف ايه، انت عامل نفسك انت ابن ناس. طول بقى الليل من الساعه 2 لحد الساعه 5 الصبح، لحد ما سطروا وناموا. يعني منهم اللي هو واحد منهم معاه بلاك بيري قاعد يلعب بيه وطول الليل يعني ويلقح بكلام يعني ما لا داعي لذكره يعني. بس كان وضع مشين يعني. وصبحت الصبح على الساعة حوالي 10:30 لقيت العسكري بينادي وخرجت، ولقينا ضابط محترم جدا نقيب بصراحة. قبل ما تسيب الأوضة، اتفضل يا فندم. ما قلتش لحد من الضباط او حد من المسؤولين في القسم انه الاوضه معبأه حشيش؟ على الاقل تعالوا شوفوا شموا الريحه مثلا. فندم ده هم اللي بيجيبوا الكلام ده ليهم. معلش انا بسأل بس على انت سألت يا مال باشا، يعني ده اذا كان انا اتضربت قدام الضابط وهو واقف وما عملش حاجه، اقول له ده في حشيش؟ طيب معلش انا اسف. لا يا فندم. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على التوضيح. سيادة اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة نفى تماما أنه يكون قانون مباشرة الحقوق السياسية بيعطي الحق لرجال الشرطة ورجال الجيش في التصويت والانتخاب. يعني قد تكون فرحة ما تمت. أما فيما يخص حق المصريين في الخارج في التصويت سواء في البرلمانية أو الاستفتاء أو الانتخابات الرئاسية فما زال قيد الدراسة. بعدين الهتافات امبارح والنهارده قدام ماسبيرو، هم بيعملوا ايه قدام ماسبيرو؟ انا مش فاهم هم عايزين ايه. قبل كده قال لك والاطفيح والكنيسه، وتشوف اول بس شكاره تروح عند الكنيسه واحنا هنمشي. الكنيسه اتبنت واتعملت. لا انتوا اصل لجنه تقصي الحقائق ما قالتش مين اللي ولع الكنيسه ومين اللي حرق، ولازم وهي كل حاجه هنجيب 2 مشايخ ونمسك مصحف وصليب الناس دي بتتكلم. انا مش فاهم هم عايزين ايه. عايزين يولعوها، عايزين يولعوا البلد، الاقتصاد وانت عارف الامن وبنزق فيه. ده حتى مندوب الجامعه لمصر مرشحاه يقول لك لا ده مش ما ينفعش. هم مين دول اللي بيقولوا ما ينفعش وينفع؟ انا مش عارف يا عمرو. ضرب مبرح لهذا المصاب، ضرب وهو مصاب بالحزام والهروات. يضربون هذا المصاب، يضربون هذا المصاب
وبشكل حيواني، بشكل غير آدمي، ضرب مبرح بالحذاء وبالهروات بطريقة مؤلمة. شوفي مش حتى سيارات الأسعاف تركته جريحا. سيارات الأسعاف تركت هذا الجريح بعد أن كانت اقتربت منه لكي تأخذه وتضعه في سيارة الأسعاف. جيش حمى الثورة، إذا كان يعني الكلمة دي صحيحة، والجيش حمى الشعب. وما نقولش ثورة الشباب بقى، دي ثورة شعب، دي إرادة شعب، وإحنا حاميناها من يوم 28 يناير، من يوم ما نزلنا لغاية يوم 11 فبراير. الجيش يحمي الشعب، والجيش يحافظ على الشعب.